الله بالخير وعيدكم مبارك، عساكم العايدين والفايزين. طبعا اليوم يعني بداية دوامات وبداية الحركة بالمجتمع، خلاص شهر كامل ريحنا. اليوم راح نتكلم عن موضوع انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي وشنو ممكن تأثر على سوق العقار المحلي أو سوق العقار العالمي بشكل عام. هذا الموضوع له أبعاد سياسية وأبعاد اقتصادية. أنا راح أختصر وراح أتكلم بالأبعاد الاقتصادية وشنو ممكن يصير إذا استمر الوضع. سريعة على الاستفتاء. في مجموعة اسمهم فوت ليف، والمجموعة الثانية اللي تبي بريطانيا تظل مع الاتحاد الأوروبي. من أفكار مجموعة فوت ليف أن احنا ما عندنا مشكلة يطيح الاقتصاد، بس أن احنا نبي معاشاتنا وما نبي ناس تأذينا بديرتنا. يعني في مؤثرات سياسية بالموضوع، وإذا تعمقت بالموضوع راح تعرف وايد شغلات وشو اللي قاعد يصير حوالين هذه المنطقة. اليوم صرنا نسمع بقوانين جديدة مثل قانون الضريبة من 20 إلى 15%. اليوم قمنا نسمع أن المواضيع قاعد تصير جدية. هذا الموضوع انعكس مباشرة على البورصات العالمية. يعني ما راح تشوف إلا أحمر، خلاص انتهى وقت الأخضر. وقت تلاحظ أن البورصات أو العملات إذا نزلت أسعارهم خصوصا الدولار والباوند، شنو راح يرتفع؟ الذهب. وطبعا مو بس الذهب راح يرتفع، لا، المواد الاستهلاكيه والمواد الخام والمواد الغذائيه والمواشي، يعني الشغلات البيسكس اللي موجوده ملموسه. هذه الشغلات كلها بالاضافه الى سعر العقار. نفس ما قلت من قبل، اذا البورصه نزلت العقار اشتغل والعكس صحيح. انت لما تسمع او تشوف ان هذه الشغلات قاعد ترتفع اسعارها، لازم تعرف ان في مصيبه اقتصاديه قاعد تصير، في لويا، في حكي وايد. انا ما اتوقع ان موضوع انفصال بريطانيا راح يوقف على كذي. يعني انت تتكلم ان المانيا وفرنسا بروحهم راح يتحملون اخطاء الدول الثانيه، هذا موضوع صعب. الشغلات اللي ذكرتها اكيد راح تاثر على سوق العقار المحلي، لكن راح يجي التاثير على العقار بشكل بطيء، مو نفس تاثيره على الذهب، مو نفس تاثيره على المواد الباقيه. ان سنه 2016 فيها وايد شغلات، ارتفعت الفائده بدايتها، ثبتت الفائده بعدها، ثبتت الفائده، والحين جت لنا مشكله بريطانيا. الشهرين اللي طافوا بسوق العقار المحلي ان العقار بدا يمسك نفسه، بدا شويه يحقق ارتفاع بالمناطق المتصدره من حيث عدد التداول. لاحظنا ان في الوضع الاقتصادي اللي يمر فيها السنه، شفنا اسعار شوي نازله، وشفنا بيعات متفاوته، وفي ناس خايفين من الوضع الاقتصادي باعوا عقاراتهم، لكن اليوم قاعد نشوف في ثبات. من الربع الاول والثاني دشينا بالربع الثالث على رمضان، يعني ما نقدر نحكم السوق على شهر رمضان لطبيعه هذا الشهر، يعني تدرون. تقريبا كوضع اقتصادي، كتحليل اقتصادي، من الامور العاديه اللي تحصل ان سعر العقار لابد انه يرتفع. طبعا نفس ما قلت لكم ان التاثير راح يكون بشكل بطيء، ما راح يصير تاثير نفس الذهب والفضه وغيرها من الشغلات هذه. خير، هذه بس توقعات. نتوقع انه راح يزيد عدد التداولات بالربع هذا، لكن للحين في احتمال الصح وفي احتمال الغلط. طبعا اول مناطق راح تاثر هي المناطق المتصدره في عدد التداولات، شرق القرين او الفنيطيس وبفطيره. الله يوفق الجميع، وعجله العمل بدات تشتغل الحين، والله يوفقكم. السلام عليكم.